السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم كاملين في اتم الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا سباكيتي بالخضره والكروفيت. كنحتاجوا ليها واحد الحبه ديال الخيزو اللي مقطعاها على شكل طولي بالموس، كتقطعوا لينا هكا رقيق. حبه ديال الكورجيت حتى هي او القرعه الخضراء. عندي حبه ديال الفلفله حلوه وفلفله حمراء حتى هما مقطعاهم هكا طوال. بصله اللي مقطعاها مشلضه رقيقه، واحد راس تاع الثومه اللي حكيته، وعندي 3 المعالق كبار ديال الزيت، وممكن اننا نديرو حتى زيت الزيتون الا كان متوفر عندنا. صافي وكنخليو الخضره ديالتنا كتشحر وكتنزل واحد شويه. ملي كنحسوا بالخضره ديالتنا بدات كتهبط واحد شويه، كنديروا العطريه. عندي الملحه، التحميره، سكينجبير، زعفران، الابزار الابيض. عندي العطريه ديال الحوت، وعندي البودر ديال الكروفيت. كل حاجه كناخذ منها معلقه صغيره معلقه صغيره، الا الابزار كندير راس ديال المعلقه، والتحميره كنزيد واحد شويه باش كتعطيني هذاك اللون يكون شويه محمر. صافي وكنبداو كنخلطوا الخضره مزيان باش كتدخل لينا ديك العطريه في الخضره. هذا الفيديو هذا عندي نفسه في القناه الاولى، غير هو الطريقه مخالفه. هنا دايره بالكروفيت، وفي القناه الاخرى دايره بالدجاج، كيجي حتى هو كيجي زوين. كندير المكرونه ما دايرهش سباكيتي. كنزيد هنا واحد العلبه ديال الفطر الابيض، كنشدوه نشلوه ضروري نشلوه وكنزيدوه. ممكن اننا نديرو حتى الطري حتى هو كيكون مزيان. صافي وكنبقاو كنخلطو مزيان. كنزيد واحد شويه ديال صلصه المحار، وكنزيد صويا صوص حتى هي ممكن اننا نديرو خفيفه اولا ثقيله. كنحاولوا اننا ما نكثروش الملحه باش ما تجيناش الماكله مالحه، لان كما كنعرفوا ان الصلصات كيكونوا شويه مالحين. صافي وكنخلطوا الخضره مزيان، ومن بعد كنزيد واحد الكاس ديال الماء، وكنخليها ترطب على خاطرها حتى كتنزل لينا هذيك الخضره. كما كنعرفوا بان الفطر كيبغي شويه طيب. هنا كندخلوا الخضره في المكرونه. كما كنعرفوا بان الوليدات ديالنا ما كيبغوش ياكلوا من الخضره، بهذه الطريقه هذه كياكلوها مع كتعجبهم، ضروري ياكلوها، ماشي بحال اللي كتصايبيها لهم بوحدها. هنا زدت واحد المعلقه كبيره ديال مطيشه ديال الحب. انا مطيشه الحب نديرها مكعبات وكندخلها للمجمد، ما كنحتاجها كناخذها، كتجيني بطريقه سهله ومزيانه. صافي ملي كيتشرب لينا هذاك المرق هذا وكيبقى غير شويه، صافي كتكون الخضره يعني طابت. كنزيد الكروفيت. هنا الكروفيت عندي تقريبا شي 350 غرام. مهم كنديروا داكشي اللي كيكون متوفر عندنا، يا اما الكروفيت اولا الدجاج اولا الكفته. وممكن اننا ما نديروهاش كاع نهائيا، ما نديروش حتى حاجه، غير نسمو بالعطريه كتجي حتى هي كتجي لذيذه وزوينه. عندي هنايا الماء اللي غليته ودرت الملحه، وكندير السباكيتي باش كتسلق لينا. هنا انايا درت ديال القمح، وما درتش الزيت، ما بغيتش ندير الزيت، خليتها بلا زيت. ممكن اننا ندير واحد المعلقه باش كتسلق لينا الملحه، ومعلقه ديال الزيت. ماشي ضروري نديرو ديال القمح، المهم ملي كتكون متوفر. انا درت ديال القمح كتجي حتى هي كتجي زوينه. صافي هنايا زدت واحد المعلقه كبيره ديال الكزبر ومعدنوس اللي مقطع، وهنا تسلقات لي السباكيتي. صافي وكنزيدها كنحطوها وكنخليها واحد المده ديال 3 دقائق باش كتشرب لينا ديك العطريه، وحتى السباكيتي كتولي في هذاك المذاق وكتجي بنينه.
صافي وكنخليوها وكنسد عليها مده قلت لك ديال 3 دقائق. وملي كنبغيو نقدموها كندير واحد رشيشه ديال القزبر ومعدنوس من الفوق وكنقدموها. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. الا عجباتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش تخليو لي لايك وتخليو واحد التعليق اللي حفزني. شكرا على المتابعه والى اللقاء، نخليكم مع بقيه الفيديو.